هل فعلا 21 يوم كفاية عشان تغير عادة أو تكتسب واحدة جديدة؟ إيه سر الرقم 21 وليه في ناس بتنجح تغير حياتها في 3 أسابيع بس؟ هل 21 يوم كفاية عشان تغير حياتك؟ الحكاية بدأت في الخمسينات مع دكتور اسمه ماكسويل مالتز، كان جراح تجميل. لاحظ حاجة غريبة، إن المرضى بعد أي عملية سواء تجميل أو بتر بيحتاجوا حوالي 21 يوم عشان يتأقلموا مع شكلهم الجديد. مالتز كتب كتاب وقال فيه يستغرق الأمر 21 يوم على الأقل عشان يتأقلم الإنسان مع أي تغيير كبير. من هنا بدأ الناس يختصروا الجملة ويقولوا تغيير العادات بياخد 21 يوم. في دراسة من جامعة لندن سنة 2009 تابعوا 96 شخص وهم بيحاولوا يكتسبوا عادات جديدة. النتيجة كانت متوسط الوقت لإنك تكتسب عادة جديدة كان حوالي 66 يوم، وبعض الناس احتاجوا 18 يوم، والبعض التاني وصلوا ل 254 يوم. إذن الموضوع مش رقم سحري، الموضوع بيختلف من شخص للتاني ومن عادة للتانية. في عادات بسيطة زي شرب مية أول ما تصحى من النوم، وعادات أصعب زي الرياضة أو النوم بدري محتاجة وقت أطول. أي عادة بتمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي البداية أو التحفيز، إنك تكون بادئ بحماس. المرحلة التانية هي المقاومة، ودي هي أصعب مرحلة. والمرحلة التالتة هي التكرار، العقل بيبدأ يتبرمج. هنا بقى 21 يوم أول خطوة حقيقية ناحية إنك تتغير. لو عديت أول 3 أسابيع بتكون قطعت جزء كبير جدا من الرحلة. بس إزاي تستخدم 21 يوم بذكاء؟ أهم حاجة تخليك واقعي، متتوقعش تبقى شخص مختلف في 3 أسابيع، لكن توقع تكون بدأت. استخدم التكرار مش القوة، التكرار هو اللي بيبرمج العقل. اربط العادة الجديدة بعادة قديمة زي إنك تشرب مية أول ما تغسل سنانك، وسامح نفسك لو فشلت وابدأ تاني. 21 يوم مش سحر، بس هي البداية الحقيقية لإنك تتغير. كل يوم بتلتزم فيه بتقرب خطوة. فلو عندك عادة نفسك تغيرها ابدأ النهاردة واكتب لي تحت أنا بدأت.